السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الأمر إن شئت سهلا، فاجعل أمرنا كله سهلا. اللهم آمين. ميعادنا النهاردة في أول حاجة من النولج اللي احنا اتكلمنا عليها. خلاص احنا جهزنا العدة بتاعتنا اللي داخلين بيها بقى، خلاص نجيب العملاء بتوعنا. وخد بالك شنطة العدة دي مش مقفولة. شنطة العدة دي لازم تفضل معانا، كل حاجة بناخدها هنحطها في شنطة العدة. وزي ما احنا اتفقنا قدامك النوت بوك بتاعتك، انت بتنفذ عليها المشروع اللي احنا اتفقنا عليه. تمام؟ حلو. فانت دلوقتي اول حاجة تقدر تاخدها من اللي احنا متفقين معاه، حط بقى في اعتبارك دلوقتي السيل سايكل. ايه هي السيل سايكل؟ بالراحة بقى كده. تخيل معانا النولج اللي انا قلتها في الاول كمايند ماب. احنا اتفقنا السلوجان اللي اتفقنا عليه عشان بس تبسط الدنيا على نفسك. هو ايه؟ سيلينج is not hard when you know how. تعالى بقول لك الهاو ازاي واللي احنا متفقين عليه. اول حاجه انت هتحط لي البريبريشن في النص. البريبريشن دي في النص، قبل كل مرحله هنعمل البريبريشن تحضير. يعني احنا اول حاجه هناخدها النهارده بروسبكتنج. هنحضر للبروسبكتنج عشان نعرف نعمل بروسبكتنج صح، عشان من غيرها والله لو عملت ايه ما هتعرف تجيب العميل المرتقب للشراء. اول حاجه عندنا البروسبكتنج. طب احنا حضرنا شويه ديتا عن الشركه وعن انا رايح لمين وببيع ايه والفاليو بروبوزيشن واليونيك سيلينج بوينت بتاعتي، وعرفت انا ايه المميزات بتاعت الشركه بتاعتي. فاول مرحله هي البروسبكتنج. يعني ايه بروسبكتنج؟ يعني هبحث عن عميل المرتقب للشراء. طب جبته، بعد كده عملت ابروتش. هجذبه ليا ازاي؟ هكلمه، هبعت له ميل، هعمل له كولد كول، هعمل له كول، هبعت له مسج، هبعت له ميل، هعمل له اوتريتش ميل. طيب خش على بعديها برزنتيشن. هعمل له برزنتيشن شكله عامل ازاي، هتكلم معاه بطريقه شكلها عامله ازاي، هعمل له جولد برزنتيشن ازاي. خش على اللي بعديها العميل خلق لا يعترض، عملت له بلوك اوبجكشن، ههندل الاعتراض ازاي. من بعدها كلوزنج، من بعدها فولو اب. تمام؟ ده السيل سايكل. طيب احنا هناخد اول حاجه وهي البروسبكتنج. طيب قبل ما اخد البروسبكتنج لازم اعمل له ايه بالظبط؟ بريبريشن. البريبريشن عشان تعمله لازم تحضر حاجه، وده اللي احنا قلنا في اخر الفيديو اللي فات، حاجه اسمها اي سي بي، ايديال كاستمر بروفايل. مين هم مواصفات العملاء اللي انا رايح ابيع لها؟ طيب هتيجي تقول لي يا حسيني انا دايما ببيع بي تو سي مش بي تو بي. طب انا محتاج اعرف المواصفات العميل ده ليه؟ هقول لك حاجه بسيطه جدا. لو انت حتى لو انت واقف في ستور بتبيع موبايلات، بتبيع لابتوب، ومش عارف مين مواصفات العميل المرتقب لشراء المنتج اللي انت بتبيعه، يبقى انت كده مش بتساعد العميل في سد احتياجه. وده التعريف اللي احنا اتكلمنا عليه في اول فيديو لينا، وهو كان اطول فيديو واحنا بنعرف يعني ايه سيلز. ودي حاجه مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. هي انك اصلا انا عايز اعرف انا جاي اعمل ايه، من مواصفات العميل. فانا ادي الكاستمر بروفايل دي مواصفات العميل المرتقب للشراء. بجمع بيرسونا. يعني ايه بيرسونا؟ بعرف هو ايه البين بتاعه. يعني هو لما يحس بايه او بيشتكي من ايه او يواجهه ايه يجي يشتري المنتج بتاعي. موجود فين، شغلانته ايه، بيعمل ايه. كل المواصفات دي. طب اسهل عليك ازاي الموضوع ده يا حسيني؟ كل ده كماركتنج وايز بيعملوه، بيقوله لك. طب انت عايز تحسن من الموضوع ده او تعرف مين العميل المرتقب للشراء، او هو هل بروسبكت ليا ولا مش بروسبكت ليا؟ يو كان جوجل ات او اسك شات جي بي تي. بمعنى انا في كذا حاجه هديها لك علشان تعرف تطلع يعني ايه اي سي بي. الاي سي بي ببساطه ده العميل المناسب اللي ممكن يشتري المنتج بتاعك بس. طيب مواصفاته ايه؟ مواصفاته هل استخدم المنتج بتاعك او شبيه للمنتج بتاعك او بيشتري من المنافسين ولا لا؟ اه ولا لا؟ موجود فين؟ بيشتكي من ايه؟ ايه البنج المديول بتاعك؟ ليه؟ لو قلت دن ده يبقى الفاليو بروبوزيشن اللي انت عملتها تناسب. خلصت وكونت الاي سي بي بتاعتك وعرفت مواصفات العميل اللي انا ممكن ابيع له موجود فين ومواصفاته والديسيشن ميكر بتاعه كل حاجه. حط ده في شنطه العده اللي احنا اتفقنا عليها. تعال بقى خش على البروسبكتنج. يعني ايه بروسبكتنج؟
it's a process of finding and identifying. يعني انا بعد ما عرفت الاي سي بي محتاج اعمل ماتشنج للاي سي بي بتاعي، محتاج اعرف مين هو اللي كواليفايد، محتاج اعرف مين هو اللي بوتنشال يشتري المنتج بتاعي من خلال سيرشنج. يعني محتاج ابحث مين العميل المرتقب للشراء بتاعي. يعني بيقول لك ايه؟ sell to want to buy not for all people. يعني ما بيع للي عايز يشتري مش لكل الناس. وده اختلاف كبير عن وجهات النظر. ما افضلش اعمل ادز واتكلم لكل الناس وهو مش اكسبرت ليا اصلا، اللي هو اصلا يجي يبيع لي. تمام؟ فانا اذا لما اجي اتكلم مع حد، انا في كلام، في اسئله احنا هناخدها في الجولدن برزنتيشن، اعرف هو ده اكسبرت ليا ولا لا، وده من الداتا اللي انا جبتها. يعني مثلا لما اجي اتكلم، انا الشركات اللي ببيع لها شركات الدهانات. عرفت منين شركات الدهانات؟ من الاي سي بي. شركات المقاولات، عرفت منين من شركات المقاولات؟ من الاي سي بي. طب لو انا عامل اي سي بي غلط هبحث غلط. لو انا عارف التارجت اودينس بتوعي موجودين في حته غلط، يبقى انا ما بيستعملوش المنتج بتاعي، يبقى انا ببحث في الحته اللي غلط. اذا البروسبكتنج هو طريقه البحث عن العميل المرتقب للشراء. تعال اقول لك بقى يا صديقي، السكيل دي انت هدفها ايه؟ هدفها ان انت تحول البروسبكتنج بقى ايه. يعني خد بالك، البروسبكتنج ده مش داتا عشوائيه انت هتحولها، لا. انا عندي داتا في السوق. البروسبكت ان انا هبيك شويه ناس هم مؤهلين ان ممكن يشتروا مني. طيب انا هبحث ازاي؟ قبل ما تبحث تاخد بالك من نقطه مهمه. تاخد بالك ان اصلا انت ازاي تعرف ده مناسب ليك ولا لا. على سبيل المثال زي ما احنا متعودين، انا عرفت وعملت اي سي بي، قالوا لي انت بتبيع ادوات كهربائيه، انت بتبيع مواد خاصه لشراء شركات دهانات، انت بتبيع حاجات خاصه لوجيستيك، بتبيع حاجات خاصه في الكوزماتكس. فعرفت ان المقاولين هم اللي هيشتروا مني الحاجات دي. حلو. فاذا عندهم نيدز، صح؟ ماشي. طيب تاني سؤال، عندهم قدره ماليه ان هم يشتروا مني المنتج بتاعي؟ لسه ما اعرفش، انا مجاوب معاهم. طيب مين هو الديسيشن ميكر؟ لسه ما اعرفش. طب هل اقدر اوصل لهم ولا لا المقاولين؟ ده لسه ما اعرفش، يبقى انا مش مكمل الاي سي بي. طيب انا ببيع ادوات كهربائيه بس حاجات ميديوم فولتج، عرفت منين؟ من الاي سي بي. فاللي هيشتري مني مش اي مقاول، ده مقاول فئه تانية بياخد ميجا بروجكت. اذا عملت فلتريشن للاي سي بي بتاعي. طيب بياخد ميجا بروجكت، معاه قابليه ومعاه قدره ماليه يدفع، خش بقى على نمبر 2. يبقى انا اهو عملت لك فلتر ان هو محتاج بس مش كل المقاولين، ده اللي بياخد ميجا بروجكت فيبقى فئه تانية. خلاص خدته، خش للثالث، هو الديسيشن ميكر ولا لا؟ طب انا ما اعرفش. فانا رحت لبتاع المشتريات زي ما اتعودت، قلت له انا ببيع حاجات ميديم فولتج، فلقيته مش هو اللي في ايديه القرار، ده اللي في ايديه القرار مدير المشروع. فرحت لمدير المشروع، ده مش هو في ايديه القرار، ده اللي في ايديه القرار الاستشاري. بعد كده رحت للاستشاري، فانت ضيعت وقت. فاتاري انت لازم تشوف السايكل كلها على بعضها، من اول الاستشاري لحد اخر واحد مدير المشتريات. فعملت كل ده ولقيته اصلا موجود في الصعيد، فاشترى من الراجل اللي جنبه عن ما يشتري من موجود وانا موجود في اسكندريه. اذا لازم تسال نفسك شويه اسئله قبل ما تروح تبحث عن العميل. طيب في ناس بتفكر بتجيب عملاء منين؟ عندي نوعين. انت كده كده لو واقف في ستور او الشركه بتاعتك بتديك عملاء، وده عاده بيكون موجود في البي تو سي، مش محتاج بقى تعمل بروسبكت ان انت بتجيب لك عملاء، فخلاص انت هتخش معايا من القصه اللي جايه، وهي الابروتش، ان انت ازاي بقى تعمل اوت ريتش وتعمل ازاي كول وتعمل ازاي القصه دي كلها، وتجمع ازاي طريقه مكالمه معينه عشان تفتح بيها المجال للكلام. خليني اقول لك كتاب لو حابب تقراه تتعلم منه، بتاع جود جيرارد، كيف تبيع اي شيء لاي انسان. ووقفني عند نقطه معينه، ان الراجل ده كان حوت في عمل البروسبكتنج، كان بيفكر بطريقه غريبه. يعني لك ان تتخيل ان الراجل ده لما كان بيجيب عملاء بطريقه ما حدش بيقدر يفكر فيها. كان بيحلق عند كل مره. يعني لو انت عايز
تجيب عملاء جداد وتطلع بقى من زون ان انا ما فيش عملاء جداد والعملاء كلها مهروسين. بص على جو جيرارد عمل ايه عشان يجيب عملاء جداد. ركز معايا. الراجل ده كان بيحلق عند كل مره عند حلاق شكل ويعمل معاه ديل. يقول له انا كان بيبيع عربيات، فيقول له اي حد هيجي تكلمه انت في العربيات وتدي له الكارت بتاعه ويجي يعمل ديل ليك عندي 10 15 $20. لك ان تتخيل هو فكر كميه الحلاق ده بيقعد عنده قد ايه ناس، كام واحد في اليوم، فشغل عنده كام حلاق. مش بس كده، كان بيروح الماتشات وهو ما كانش ليه في الكوره، وكان يوزع الكروت بتاعته في الماتشات كلها. الراجل ده اكتر واحد في العالم باع عربيات. منين؟ ان هو فكر بره الصندوق. انت لو عايز تجيب عملاء ما تقولش السوق نايم، ما تقولش قول لي على طريقه اجيب بيها عملاء. فكر بره الصندوق هتجيب عملاء. طيب الطريقه القديمه اللي احنا كنا بنجمع بيها ايه؟ بنخش على جوجل، عايز شركات دهانات، عايز شركات دليل 100 140 دليل، يلو بيج. كل الحاجات دي سهله، كل الحاجات دي جميله، وتجيب رقم التليفون وتتصل بيهم وتعمل فلتريشن. كل ده ملوش لازمه من غير ايه؟ اي سي بي، ثم الاي سي بي، ثم الاي سي بي. لان انت لو عملت مواصفات العميل المرتقب للشراء غلط، انت بتبحث على العملاء الغلط. طيب لو انت مريح نفسك بقى ومعاك اصلا ناس هم اللي مديك العملاء، خلاص انت هتخش على المرحله اللي بعده في الفيديو اللي جاي. مش محتاج تجيب ناس. طب هديك تريكايه واقول لك على كذا ويب سايت، لان ده مش موضوعنا في الراوند ده ان احنا ندخل الاي اي في طريقه البحث. هتخش على ابولو، كلوزلي، انستانتلي، ممكن تتكلم ايه تاني، ممكن ليملست. في كذا تولز بتجيب ليد جنريشن. يعني او انت ابحث على تشات جي بي تي وقول له انا عايز ليد جنريشن تولز. لك ان تتخيل كم الليدز اللي هتجيلك. برضو مش دي قصتي ان انا افهمك كونسبت مش كونتكست. افهمك انك لازم تفهم اي سي بي، تفهم يعني ايه انك لو عملت ده غلط كل اللي جاي غلط. ففي تولز كتيره تقدر تجيب منها كل ده. بس انت بعد ما تجيب الليدز دي، هل دول الناس اللي مؤهلين ليهم؟ لا. طيب بعد ما تجيبهم يا صديقي لازم تعمل لهم بروفايل. وده بقى الاي اي وشات جي بي تي بقى خلاص يعملوا. انت بعد ما تجيب الناس دي وتجمع الداتا عشان تكلمهم في التليفون، دي بقت اسهل ما يمكن. خلاص هتعمل كمباني بروفايل بتاعك دول، هتجيب الناس، هتعمل ايه؟ اكتب معايا، قسم 4 خانات شيت اكسل. هتحط كومباني نيم، جنبه موبايل، عنوان، كومنت. كومنت ده كلمته ما ردش، فانت جمع لي اول تاسك ليك بقى من الفيديو ده. اول تاسك ليك من الفيديو ده هتقول لي بقى شغال في ايا كان الشركات اللي انت شغال فيها. لما تبعت لي انا هرد عليك باقل تاسك ليك. انا عايز 200 شركه على حسب البروجكت اللي انت شغال ليه. شغال بقى ببيع ادوات كهربائيه، شغال ببيع كوزماتيك، فارما، ساس اندستري، حاجات خاصه بالسيرفيس، حاجات بي تو سي. هتجيب لي ليدز من لينكد ان، هتجيب لي 200 ليدز، 200 بروسبكت، وهتكتبهم لي في شيت. هترتبهم لي بقى بالاي اي تولز. مهم تكتب واحده واحده معايا وتسال نفسك انا مين هم الاي سي بي بتاعي. طب عايز اساعدك في الموضوع ده، تسال شات جي بي تي، قول له والله انا شغال في الشركه الفلانيه، والفاليو بروبوزيشن بتاعتي كذا، وبنبيع الحاجه الفلانيه، والميزه التنافسيه بتاعتنا كذا، واليونيك سيلينج بوينت بتاعتي كذا كذا كذا، وموجودين في مصر. استاذنك قول لي مين هم ادي الكاستمر بروفايل بتوعي وتاخدهم. خلاص فهمت مين العميل المرتقب للشراء، تروح تبحث عنه وتجيب لي 200 دالة وانا اجيبهم في دقيقه وانا قاعد معاك دلوقتي. تمام؟ متفقين؟ وتجمع كومباني نيم، موبايل، ادرس، كومنت، بس. عشان بعد كده الشيت ده هتطبعه وكل يوم هتقعد تعمل لي 50 كول. عشان من الفيديو اللي جاي هنبدا مع بعض انا وانت نعمل كول، علشان بعد كده الكول هنخش في مرحله الفانل. ايه الفانل؟ انت اللي جبته ده كان بالنسبه لك سترينجر. بص بقى، خد بالك معايا بقى من الفانل ده. السترينجر ده لما كلمته عرفت ان هو بقى ليد. ده ممكن. ده ليد ليا خلاص. بعد كده بقى بروسبكت لما انت سالت نفسك الاربع اسئله: نيد، ماني، جاوبني، ابروتشبل سهل الوصول ليه، ديسيشن ميكر.
امتى يكون بروسبكت ليك تاني؟ لما يكون عنده احتياج ليك، عنده قابليه للشراء، ها، ايه تاني؟ سهل الوصول ليه، هو متخذ القرار عشان ما تضيعش وقتك. بعد كده اشترى منك بقى كاستمر. انا بقى كحسيني لحد الان ما بهداش الا لما اي حد يشتري مني يبقى بروموتر ليا. عشان كده ما بقيتش ابحث عن عملاء تاني جداد ليا، لان العملاء اللي اشتروا مني هم اللي بيجيبوا لي عملاء جداد. ده التاسك بتاع الفيديو ده. لازم تجيب ليدز اللي احنا اتفقنا عليها، لان دي اهم خطوه اللي هنبني عليها كل السيلز سايكل اللي جايه، اللي هنعمل عليها السيلز بلان في اخر الكورس. وده في نهايه الفيديو. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنستناك، علشان هنعمل اهم خطوه بعد الليدز اللي هي ايه؟ هتعمل اهم خطوه في حياتك، هي هتكلم او هتبعت مسج للعميل اللي انت جبته من اول خطوه في السيل سايكل، وهي البروسبكتنج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.